بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طيب دي ليست جديده هنشرح فيها الكلين اركتكتشر. تمام. فقبل ما نبدا كده في الشرح خليني بس اقول لك على حاجه او على قصه بسيطه هتفهمك الفرق. تمام. لو انت مثلا قررت ان انت تروح تسكن في عماره جديده، تمام، ورحت العماره ديت ودخلت الشقه عجبتك وكل حاجه، تمام، وجيت مثلا جبت مراتك وقلت يلا يا باشا نسكن في الشقه ده. جت مراتك قالت لك لا والله انا العفش بتاع الشقه ده مش عاجبني، انا عايز اشتري عفش جديد، او عايز العفش اللي هو كان اوريدي في بيتي. فانت بدات تقول طيب احنا هنبدا ان احنا نجيب الفرش الجديد. فوالله انت رحت جبت عربيتين كده نقل، وجبت كام صاحب كده قلت لهم انا عازمكم على الغدا، وفاهم، ودبستهم ان هم يطلعوا معاك العفش. وبداتوا ان انتوا كل واحد شال التلاجة، واحد شال التلاجة مثلا وجاي يطلع على السلم، لان السلم ضيق مش عارف يطلع بالتلاجة. طيب نعمل ايه؟ مفيش حد عارف يطلع على التلاجة ولا ببوتاجاز ولا باي حاجه. بالعكس انت ممكن كمان البوتاجاز او الغسالة تتكسر مثلا، وانتوا تحاولوا ان انتوا تطلعوه على السلم، لان السلم مش قابل ان انت تقدر انت تطلع عليه. طيب فقلت خلاص والله احنا هنعمل الحل اللي هو هنجيب ونش. تمام، طبيعي هتجيب ونش ان هو ينقل لك العفش. تمام. فوالله انت جيت تحط الونش ده على السطح مثلا بتاع البيت، وليكن مثلا انت ساكن دور اخير، وجيت تحط على السطح بتاع البيت، فلقيتهم ان هم قالوا لك احنا ناس متحضرين، والشكل البيوت عندنا شبه البيوت في اوروبا، وعاملين السقف كده مثلث. هتحطه فين بقى؟ مفيش مكان. مفيش مكان تحط فيه الونش. تمام. طيب قررت ان انت تحط الونش فين؟ في البلكونه. فدخلت على البلكونه، لقيت ان البلكونه اللي في الشقه اللي تحت منك تفصيل الشقه كله مختلف، فالبلكونه قدام منك شويه، فعشان تنزل حاجه هتنزل عندهم اصلا، فاهم؟ فبالتالي انت كده مش هتعرف تحط الونش برضه، فكل السبل مقفوله، انت مش عارف تعدل فرش الشقه بتاعك. طيب لو اهلك كده انا هسالك سؤال، ده عيب مين؟ ده عيب مين؟ هتقول لي والله ده عيب المهندس اللي صمم الهيكله بتاعت العماره، انه رقم واحد مش مخلي السلم ان هو يكون مرن، رقم اتنين هو مش عامل ان السطح يكون فيه مساحه ان انت تحط مثلا حاجه زي ونش، او حتى تحط دش لو انت بتاع التلفزيون مثلا. وبرضه في نفس الوقت هو مش مراعي ان انا ممكن احط ونش في البلكونه، ومش عامل مثلا مكان مخصص للونش. تمام. فاذا كده ده سوء معماريه او سوء بناء من المهندس. يبقى كده المهندس مش عارف يظبط المعمار بتاع العمارة. ومن هنا جاء مصطلح الاركتكتشر او المعمارية. اركتكتشر يعني يعني معمارية، واحنا النهارده جايين نشرح الكلين اركتكتشر، يعني المعمارية النظيفة. فاحنا النهارده نقول وات از كلين اركتكتشر. تمام. معلش خلونا وانا عارف ان انا بسحلكم الوقت كله في حاجات تافهه، بس انت عارف عبده خلي كله حروف كابيتال. طيب اول حاجه عندنا، اول سؤال هو what is clean architecture. تمام. طيب what is انت عارفها ان ده سؤال استفهامي، مش هشرح لك نحو وكلين معناها نظيف، خط وحش، ما علينا، امسح يا هم الهبل ولا سيبه. طيب تعالى بقى نشرح اركتكتشر، لان هنا ده لب الموضوع. انا اصلا هعرفك الكلين اركتكتشر ديت هي جت منين اصلا. الاركتكتشر هي كانت او طريقه بناء للسيستم بتاعك. طيب لو قلنا مثلا ان المعمار مثلا فيه كذا طرق للبناء، في مثلا لو انت تبني عماره تبني بطريقه، لو انت تبني بيت تبني فيلا، كل الكلام ده، فكل حاجه ليها طريقه معينه. تمام. فالكلين اركتكتشر هي طريقه ان انت تبني سيستم كامل، او سيستم ان هو يكون سهل ان انت تعدل فيه، سهل تضيف عليه، سهل تعمل كل الكلام ده اكنك بتبني عماره. تمام. فعشان ما يحصلش معاك مشكله زي ان واحد حب يطلع العفش مثلا فحصلت مشكله او ايا كان الكلام ده. تمام. فتعالى اعرفك الكلين اركتكتشر ديت جت منين. والله قبل لما الكلين اركتكتشر ديت تطلع كانت الناس بتعمل حاجه اسمها لايرد اركتكتشر. تمام. يبقى قبل الكلين اركتكتشر كان في حاجه اسمها اللايرد اركتكتشر. تمام. طيب معلش layered architecture. تمام. طيب كان في حاجة اسمها layered architecture. طب يعني layered architecture؟ هجيب لك صورة دلوقتي. طيب
ركز معايا في الصورة ديت وسيبك من الجزء ده مش مهم يعني. تمام، layered architecture. تمام، خلينا في ده. ماشي. طيب ادي layered architecture، هتشوف معايا ان احنا عندنا هنا layered معناها طبقة، يعني layer لوحدها معناها طبقة. تمام، layered معناها طبقات. تمام، فالlayered architecture هو كان بيقسم البروجكت او السيستم بتاعه ل3 layer. تمام، اول حاجة اللاير ديت اسمها layer البرزنتيشن. تمام، علشان نرسم حرف بي كويس، ده خاص بالبرزنتيشن. يعني ايه البرزنتيشن؟ او اللي هو اليو اي. عندك سكرينز، عندك الويدجز بتاعتك، عندك الستيت مانجمنت، ده كده في الجزء ده. تمام، اللي هو اللي اسمه يو اي ده. طيب بعد كده عندنا البيزنس. تمام، يعني ايه البيزنس؟ والله البيزنس ده اللي هو انت الابلكيشن بتاعك هيعمل ايه. يعني مثلا انت فاتح مطعم، يا نهار اسود يا جماعه احنا انت فاتح مطعم، يعني انت اكيد فاهم، انا مش محتاج اكتب. بس انت فاتح مطعم. تمام، طيب المطعم ده فاتح مطعم. ماشي. طيب فالبيزنس بتاعك هو ان انت بتعمل اكل، بسيطه، مطعم بيعمل اكل، يبقى اذا البيزنس بتاعك هو انت بتعمل اكل. طيب المطعم ده مثلا بيعمل نوع اكلات، مثلا بيطبخ ايه؟ بيطبخ مثلا كشري. تمام، يبقى اذا انت البيزنس بتاعك ان انت بتعمل كشري. تمام، يبقى اذا اي سؤال انا بساله يعني ايه بيزنس، يعني انا بعمل ايه. لو عندك مثلا صفحه كده كبيره اسمها لوجن. تمام، انا هكتب، انا مستمر في الكتابه برغم كل الهطل ده. يعني عندنا مثلا صفحه اسمها لوجن، فيها مثلا والله تكست فيلد اسمه الايميل، وفيها تكست فيلد اسمه باسورد، وعندنا زرار هنا عقيم كده شبه الرسم بتاعي. الزرار ده انت لما بتضغط عليه يبدا ان هو يعمل لوجن. طب اعرف البيزنس بتاع الصفحه ده ازاي؟ والله اقف على الصفحه وقول انا هنا بعمل ايه. تمام، انا هنا بعمل لوجن. تمام، او بعمل تسجيل دخول. يبقى اذا تسجيل الدخول بتاعك ده هو البيزنس. تمام، انا بعمل ايه. تمام، يبقى هنا انا بعمل ايه؟ انا بعمل لوجن. يبقى ده كده البيزنس بتاعك، ان انت بتعمل لوجن. المطعم مطعم كشري. تمام، او محل كشري بيعمل ايه؟ بيعمل كشري. يبقى اذا الكشري هي البيزنس بتاعك. تمام، يبقى هنا كده السيستم بتاعك هيعمل ايه. طيب طالما قلت هيعمل ايه، فاذا هيعملها ازاي او هيجيبها منين؟ يعني مثلا لو هو بيعمل كشري، فمكونات الكشري ديت هتيجي منين؟ هتيجي من المخزن، والمخزن ده اللي هو الداتا. تمام، كذلك مثلا نروح على صفحه اللوجن. انت مثلا بتعمل لوجن، انا هعرف ان الايميل او الباسورد بتاعك صح ازاي؟ عن طريق الداتابيز اللي انت اوريدي مسجل عليها. تمام، يبقى اذا انا كده لازم يكون عندي المخزن اللي هيكون فيه مكونات الكشري مثلا. وبعد كده هبدا ان انا البيزنس بتاعي بيعمل ايه؟ بيعمل كشري. فخلاص انا جبت المكونات، هبدا ان انا اجيب الشيف اللي هيعمل الطبخه، وبعد كده خلاص انا بقى عندي الطبخه بتاعتي. طيب يبقى اذا كده ده طريقه البروجكت ازاي كان بيكلم بعضه. اليو اي كان بيروح يطلب من البيزنس، يقول له يعني مثلا ايه، تعالوا اديكم مثال بسيط. يعني هنفترض مثلا ان اليو اي ده كان الزبون مثلا. تمام، خلاص انت عندك محل بتاع اكل، فانت عندك زباين. طيب الزبون دخل. ماشي، ادي الزبون هنا اهو دخل جوه المحل، فهيبدا ان هو هيطلب منين؟ هيطلب من البيزنس اللي هو مثلا هيكون الشيف اللي بيعمل الكشري. تمام، يبقى اذا كده ادي هنا الشيف. تمام، طيب الشيف ده هيعمل ايه؟ هيروح يجيب المكونات من المخزن. تمام، من المخزن، وهيبدا ان هو يجيبها وبعدين يعملها ويطلعها فين؟ يطلعها للزبون. يبقى تعالى كده انت هنا قدرت تستشف ايه من اللي انا بقوله لك؟ قدرت تستشف ان الشيف هنا بيكلم ده وبيكلم ده، صح ولا ايه؟ عارف انت اللي هو صاحبك اللي بيفتح شركه وبيكون شغال فيها هو الفرونت اند وهو الباك اند وهو كل الكلام ده. يبقى الشيف هنا يعني مثلا المطعم جه اترقى وقالوا لك ايه؟ قالوا لك والله احنا هنبدا نضيف منيو للاكلات الهنديه. تمام، فهنروح نخلي الشيف ده يتعلم طرق عمل الاكل الهندي وطرق عمل الكشري. تمام، طيب والله جه زبون مثلا الكشري ديت كانت بتاخد 30 دقيقة اول ما تتعمل. ماشي، وجاء الزبون مثلا طلب كشري.
ماشي، وجا زبون تاني مثلا طلب اكل هندي، تمام. فانا عندي شيف، الشيف ده هياخد الاتنين اوردرز دول، تمام، ويبدا ان هو يكونهم. بدا الشيف ان هو يعمل الاكله ديت وبعدين يعمل الاكله ديت، تمام. دي اصلا كانت بتاخد 30 دقيقه، ماشي، ودي هي كمان هتاخد لها 30 دقيقه، تمام. يبقى لو جه مثلا زبون طلب مثلا كشري وطلب اكله هنديه، فانت هتقعد حوالي 60 دقيقه، تمام. مش هنكتب، هتقعد حوالي 60 دقيقة أول ما تعمل الأكل. ليه؟ لأن الشيف هو نفسه اللي بيعمل الأكلة دي، هو اللي بيعمل الأكلة دي. فكده الزبون اللي هيجي يقعد عندي بدل ما كان بيقعد نص ساعة، لا ده هيقعد ساعة، تمام. ولو في مثلا زباين تاني أو حاجة فهيقعد وقت طويل جدا، تمام. لأن الشيف بيروح على المخزن يجيب المكونات. يعني الشيف مثلا دخل جوه المخزن، ماشي، المخزن ده الرفوف مثلا هنا مثلا المكرونة، هنا الصلصة، هنا مش عارف ايه، كل الكلام ده هو عارف مكان كل حاجه في المخزن لان هو الشيف. فبيروح يجيب مثلا هات مش عارف من هنا المكرونه، هات من هنا الصلصه، اطلع اخلط ده كله في بعض، خلاص عملنا الاكله دي. طيب الاكل الهندي ارجع على المخزن اجيب كل الكلام ده وابدا ان انا اعرضه للزبون. طيب عيب الكلام ده ايه؟ عيب الكلام ده ان لو الشيف ده مثلا خد اجازه عشان مراته بتولد، احنا خلاص اكل عيشنا انتهى، فاهم؟ لو خلاص وقف يا ابني المحل، مفيش شغل، مفيش شغل النهارده. ده كده اول عيب، ان انا معتمد على الشيف ده اعتماد كامل. تاني عيب برضو ان انا المخزن ده لو اتغير، فانا هروح مثلا، انا غيرت مثلا المخزن، حصلت فيه مشكله لا قدر الله، ولع مثلا، فغيرت المخزن، فهضطر ان انا اروح اجيب الشيف واقول له تعالى اتعرف على المخزن الجديد، تمام. يبقى كده انا عندي كل حاجه مرتبطه ببعض، فاي مثلا اي مشكله هتحصل هنا هتاثر على ده، اي حاجه هتحصل هنا هتاثر على ده. طب انا كده المطعم بتاعي واقف لان هو مثلا عنده اجازه مثلا، ولا حصلت له مشكله وتعب. يبقى ده كده دي مش طريقه تنفع لو المطعم بتاعي حبيت اكبره او حبيت ان انا اعلى بيه بقى واخليه ينافس مثلا مطاعم عالميه، تمام. يبقى ده كده اللايرد اركتكتشر. يبقى لو عيبه عيبه والله بص، خد كل اللي انا قلت لك على المطعم ده حطه مثلا على السيستم بتاعك او حطه على الابلكيشن بتاعك. عيبه ان انت مش هتعرف ان انت تخلي الابلكيشن بتاعك يكون سكيلابل، ان انت تتوسع فيه، تضيف فيتشرز، تضيف اللي هو قلت لك اكلات او كل الكلام ده، انت مش عارف تعمل حاجه، كله بيديبند على بعضه. فدي حاجه. تاني حاجه ان انت الداتابيس بتاعتك مثلا، والله قلنا يا جماعه ان فاير بيز قالت لك لا انت لازم تحط الكريدت بتاعك، فاحنا غيرنا من فاير بيز لسوبر بيز، غيرنا المخزن كله. تعالى بقى يا عم شيف، انسى كل اللي انت اتعلمته عن المخزن اللي فات، ده مخزن جديد، طريقه البتاع هنا وطريقه البتاع هنا. طب ما احنا كده مش هينفع نقدم اكل، فاهمني؟ تمام، يعني انت كده خلاص عرفت كل المشاكل. طب المشاكل دي بتيكوال ايه عندي في البرمجه؟ والله رقم واحد ان زي ما قلت لك، لو ده اتاثر فاللي تحته هو كمان بيتاثر، ولو ده اتاثر فاللي فوق هو كمان بيتاثر، تمام. طب ده بيعمل ايه؟ ده والله اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، انت بتفايلت مبدا الديبندنسي انفيرجن، تمام. يعني ايه الديبندنسي انفيرجن؟ والله هو بيقول لك ان الهاي ليفل موديول، تمام، should not depend on low level module and بص الاتنين should depend on abstraction، تمام. يعني ايه الكلام ده؟ يعني والله تعالى بس اشرح لك الاول يعني ايه هاي ليفل موديول ويعني ايه لو ليفل موديول. بص، اليوزر بتاعك او اليو اي ده هو اليوزر بتاعك، تمام، اللي هو الشخص اللي قادر ان هو يجرب الحاجه بتاعتك، السيستم بتاعك او الابلكيشن بتاعك، فاهم؟ فاي حاجه هتحصل هنا انت ضررت الابلكيشن بتاعك، خلاص هو يعني هو لو الابلكيشن عجبه خلاص الابلكيشن نجح، الابلكيشن ما عجبوش خلاص الابلكيشن فشل. كذلك الاكل عجبه المطعم بقى كويس، الاكل ما عجبوش المطعم مش كويس. فانت كده بقيت في حته عاليه جدا للتقييم، اللي هو مثلا هنسميها هاير ليفل موديول. انت مش هاي، لا انت هاير، اللي هو خلاص انت عند الجزء الاهم، تمام. الجزء اللي وراك اللي هو كان الشيف فهو هيبقى اسمه هاي ليفل موديول، تمام. اما جزء المخزن ده اسمه لو ليفل موديول. والله المخزن مش مترتب، مش عارف طريقه التقديم من المخزن للشيف مش احسن حاجه، مش هتفرق كده الزبون مش واخد باله، فاهمني؟ فهو بيقول لك ان انت ما ينفعش تخلي الهاي ليفل موديول اللي هو كان البيزنس يديبند على اللو ليفل موديولز، والاتنين دول ما ينفعش ان هم يديبندوا غير على ابستراكشن، تمام. يعني ايه ابستراكشن؟ زي انترفيس كده، اللي هو انت هتقول له يعمل مش هتقول له يعمله ازاي، فاهمني؟ زي ما قلت لك في الفيديو بتاع الاو او بي،
قلت لك الابستراكشن ده انت بتحدد السلوك العام، بتحدد مثلا السلوك العام، لكن ما بتحددش هيحصل ازاي. انت بتحدد ان هنا هيحصل لوجين، فاهم، بس ما بتحددش هيحصل ازاي، فاهمني. انت هنا مثلا بتقول ان في كشري هيتعمل، بس ما بتقولش هيحصل ازاي، تمام. ده مش في الاركتكتشر، انا بقول لك لو انت هتطبق الابستراكشن يعني، تمام. فانت كده اول حاجه انت مفايلت المبدا. ليه؟ لان انت ده بيديمند على ده وده بيديمند على ده، والدنيا سايحه في بعض، فاهمني. فاي مشكله هنا هتاثر على اي حاجه تحتها او اي حاجه فوقها، فاهمني. فانت كده مش مطبق المبدا ده. تاني حاجه مفيش separation of concerns، تمام. انت مفيش عندك عزل بربع جنيه، كله سايح على بعض، تمام. وبرده حاجه تانية، انت مش مطبق مبدا الاوبن كلوزد برنسبل، ان السيستم بتاعك او الكلاس بتاعك ان هو لازم يكون open for extension but closed for modification، يعني هو مفتوح ان انت تضيف عليه لكن مقفول ان انت تعدل عليه. طب هو هنا ازاي فايلت المبدا ده؟ والله انت مثلا الشيف ده لو حصلت فيه اي مشكله، او مثلا انت زي ما قلت لك انت عايز تضيف طريقه عمل الاكله الهنديه مثلا، فانت تروح تعمل ايه؟ هتروح تعلم الشيف ده طريقه عمل الاكله الهنديه، فاهمني. والله المخزن ده مثلا حصلت فيه مشكله، فاهم، فانت هتروح تخلي الشيف هو اللي يتعلم ده، فاهمني. فانت كده مش open for extension. ايه الاصح هنا؟ الاصح ان انت تجيب شيف ابن ناس كده تقول له تعالى انا اعلمك الاكل الهندي، تمام. فانا جبت شيف حطيته والله يبقى شغال معايا في المطعم كده، دنيتي بقت جميل. انا المطعم بتاعي او السيستم بتاعي بقى open for extension but closed for modification، تمام. ولا العكس؟ مش عارف هشوفها في المونتاج. open for extension but closed for modification، صح تمام. فبس فكده احنا خلصنا فيديو شرح اللايرد اركتكتشر، وعرفنا العيوب فين، وعرفنا ان احنا في مبادئ كتيرة احنا ضربينها بالنار، وده طبعا غلط. وبعد كده جاء الاركتكتشر الجديد اللي اسمه اونيون اركتكتشر او معمارية البصلة. فسيبك من الكلام ده كله، هنبدأ ان احنا نشرح ده في الفيديو التاني بإذن الله. فبس يا شباب، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. سلام.